في هذا الإطار نستضيف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان. سي أحمد، أسوغاس مباركي ولا أسوغاس إغودان انت بصفتك امازيغي ياك؟ نعم. فسنه سعيده باللغه العربيه، تدخل عليكم بالصحه والتيسير. بدايه حنا كنستضيفوك في اطار هذه المناسبه اللي هي السنه الامازيغيه. اريد ان اتوقف عند تحياتكم التي اشكركم عليها، مع انني اختلف معها مطلقا. ما عرفتش نقولها. لا، لانه ما كاينش شي حاجه سميتها السنه الامازيغيه. هذه أسطورة صهيونية خطيرة أدخل فيها الكثيرون للأسف الشديد، وحتى الجانب الرسمي نفسه لاعتبارات عنده بلا شك، ولكن كيفما كان الحال فهي لعبة خطيرة جدا. وقد خصصت عمودي اليومي كلمات بالأمس. ما كايناش شي حاجة ما كاين. طيب أنا نطرح عليك السؤال ومن خلالك إلى عامة الناس، خصوصا النخبة المثقفة المتعلمة، وخصوصا منها المفروض فيها أنها ضد الإمبريالية ومشاريعها الخبيثة والصهيونية العنصرية. 1975 التي روجت، وأنت افتتحت إحدى حلقاتك بالتوجه بخلفية نبيلة ما في ذلك شك إلى إمازيغ وأنا أمازيغ. يعني ما هي 1975 التي تروج وتقدم بشأنها التحايا والتهنئات والتهاني؟ ما هي 1975؟ هل يمكن أن تجيبني؟ هل يمكن هؤلاء الذين يتبادلون انتصار فرعون على فرعون؟ هذه فضيحة علمية، هذه فضيحة علمية، وهذا تخصصنا. وتناولت في مقالة أنثروبولوجيا من المنظور العلمي البحث ماذا تعني ما يسمى بالسنة الأمازيغية، وهي سنة فلاحية يحتفل بها إمازيغ والعرب، وهي ثقافة زراعية ليس في المغرب وحسب، وليس في الأقطار المغاربية وحسب، وإنما هي ثقافة على نحو ما في حوض البحر الأبيض المتوسط. وعودوا إلى الإثنوغرافيين، عودوا مثلا إلى تلميذة مارسيل موس رائد علم الاجتماع الذي هو ابن أخت رائد آخر إيميل دوركايم. ماذا تقول في كتابها الإثنوغرافي عن القبائل في الجزائر، في كتابها العميق البليغ الغني Il était une fois l'ethnographie، كتاب جيرمان تيون تلميذة مارسيل موس. هذه ثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط على نحو ما باختلافات طاففة، ولكن في المغرب وفي المغرب الكبير هناك يعني ثقافة زراعية شرحنا تفاصيلها. وعودوا إلى مقال خصصته كمقال علمي أنثروبولوجي تحت عنوان من أنرار إلى هيرتزوك، نشر في 2021، موجود على الشبكة العنكبوتية. وعمودي بالأمس تحت عنوان، وهذه بالأمازيغ وأنت تحب إمازيغ والأمازيغية، كلمات في أغيولا درغال. كلمات في أغيولا درغال، السنة الأمازيغية الأسطورة والخطورة. هذا عنوان مقال. أغيولا درغال ما هو أغيول بالأمازيغية يعني الحمار، أدرغال يعني الأعمى، أي الحمار الأعمى. وعند الأمازيغ مثل بليغ يقول إن يغيول درغال، ويطلق هذا المثال على المرء أو على تنظيم أو على هيئة أو على قبيلة أو على أي جهة إذا أصرت على الخطأ رغم تنبيهات الناس إلى خطئها، ومع ذلك تصر. وهذا لم أجد أفضل من هذا المثل الأمازيغي لأصف هذا الضلال وهذا العمى الذي انطلق فيه تحت تأثير الإعلام والبروباغندا الصهيونية والإعلام لبانو بيبليسيتير في المدارات اللوحات الإشهارية للترويج لأسطورة صهيونية صنعت صنعا في إطار ما أسماه الباحث والصحفي اللبناني فوزي معلوف، وعمق فيه التحليل الاستراتيجي الراحل أنيس النقاش رحمة الله عليه، وكذلك الفيلسوف الهندي في تجربة الهند والباكستان بالهويات القاتلة. الهويات القاتلة، وكيف تصنع الهويات القاتلة في المشاريع الاستعمارية لخدمة مصالح الشركات الاحتكارية العالمية العابرة للقارات. هذا ما يجب الانتباه له. أما الفضيحة العلمية التي بنيت عليه كل هذه الأسطورة وهذه الخرافة هي 1975.
ما هي 2975؟ هي 950 زائد 2025. 950 قبل الميلاد زائد 2025 ميلادية أي بعد الميلاد تساوي 2975. وهم يقولون يزعمون كذبا وبهتانا وتزويرا للتاريخ وأسطرة لها أنه في 950 قبل الميلاد انتصر الفرعون الأمازيغي شيشنق أو شيشنوك، الملك شيشنوك، على الفرعون القبطي رمسيس الثالث. والحال أن رمسيس الثالث مات وشبع موت منذ 1220 قبل الميلاد، وهو ولد في 1300 قبل الميلاد وتوفي 1220 قبل الميلاد وعمره 80 سنة. فهل نهض من القبر ليقتتل يقتل الفرعون الأمازيغي الفرعون القبطي؟ هذه فضيحة علمية انساق وانقاد وراءها الكثيرون، وللأسف أن حتى الجانب الرسمي لاعتبارات التي قد نناقشها، ولكن انقادوا وراء خرافة وأصبحوا بإزاء فضيحة. فما كان لا سنة أمازيغية لا والو. ولنعود إلى موضوعنا.